تحليل مباراة الزمالك وسموحة في كاس مصر. بالجبهه العكسيه بنتات تسديده يا ولد. قبل ما نتكلم في اي حاجه وقبل ما اقول لك التشكيل وقبل ما اقول لك ايه اللي حصل في الشوط الاول وايه اللي حصل في الشوط الثاني، لازم نتكلم عن بنطايج وعظمه لما يكون عندك باك شمال زي جوده محمود بنطايج. ده هيكون ان شاء الله من افضل المحترفين اللي دخلت نادي الزمالك في الفتره الاخيره. محمود بنطايج بيقدم مستويات متميزه جدا مع نادي الزمالك. الراجل سجل اهداف، الراجل بسم الله ما شاء الله بيبعت صواريخ، مدافع رمضان بوم حرفيا. جاب هدف عالمي في مرمى سموحه وسجل هدف ثالث لنادي الزمالك وخلى الماتش بدل ما كان متعقرب ممكن سموحه يرجع في اي لحظه يكسب، خلى الزمالك متقدم 3-2 لانك انت عندك باك شمال بجوده بنطايج. بنطايج مختلف جدا عن فتوح. كان فتوح مفهمنا ان هو باك شمال، ولكن في وجود بنطايج لا صوت يعلو فوق صوت محمود بنطايج. حاجه بسم الله ما شاء الله، ربنا يحميه من اللجان وربنا يحميه من الكباري. الراجل بيقدم مستوى فاخر مع نادي الزمالك من ساعه ما جه. وانا بحب اللعيبه المغاربه اللي من نوعيه بنطايج، من نوعيه صلاح الدين مصدق. كنت اتمنى اشرف بن شرقي، ولكن مفيش مشكله، لو الزمالك دور هيلاقي جناح شمال بنفس جوده محمود بنطايج خلال الفتره الجايه باذن الله. فتحيه كبيره جدا لابن المغرب محمود بنطايج على ادائه مع الزمالك في الفتره الاخيره، خصوصا في ماتش سموحه ان هو بيعمل اسيستات، الراجل بيساهم، الراجل بيرجع يدافع، الراجل بيقاتل على كل كوره. دي حاجه كويسه جدا انت يكون عندك جناح شمال او كمان باك شمال بنفس المواصفات اللي هي في محمود بنطايج. فتحيه كبيره جدا. وكمان نادي الزمالك فعل عقد بنطايج، فدي حاجه كبيره جدا ان انت تحافظ على محمود بنطايج لحد 2028. فمحمود بنطايج النهارده لو سعره مليون دولار، فبعد سنتين ثلاثه ده سعره هيوصل 3 4 مليون دولار. وافتكر الكلامي، فمحمود بنطايج بيقدم مستوى متميز جدا. الراجل الهدف بتاعه هدف جميل جدا، هدف تخليك وانت بتتفرج ايه الهدف ده، ايه الجون ده، بوم يا ابن اللعيبه، وانت قاعد بتتفرج كده يخليك تقول يا ابن اللعيبه ايه اللي انت جبته ده. هدف عالمي طبعا من محمود بنطايج ابن المغرب اسد الاطلسي. نتمنى له ان شاء الله كل التوفيق ان شاء الله خلال الفتره الجايه باذن الله. ايه اللي حصل في مباراه الزمالك وسموحه؟ الزمالك في الشوط الاول بسيرو نزل بالتشكيل المعتاد 3-4-3. هنا واحد هيقول لي خلاص 3-4-3 يعني كده الزمالك دفاعه قوي، الزمالك مش هيستقبل اهداف. لا، هو ما شافش المباراه للاسف. الزمالك قدر في تشكيل 3-4-3 في وجود ثلاث مدافعين حسام عبد المجيد والونش ان الزمالك يتخطف في هدفين من عرضيات في اخطاء دفاعيه كبيره جدا، لان بيسيرو بيعتمد على دفاع الزون. دفاع الزون ده اللي هو دفاع المنطقه، هنوقف لعيبه كحل 2 3 4 ومش هيكون في مان. ولكن واضح جدا ان ده ثالث هدف للزمالك يستقبله بنفس الاخطاء الدفاعيه. عشان كده بيسيرو في المؤتمر الصحفي اللي بعد المباراه قال ان في اخطاء دفاعيه، وانا زعلان ان في اخطاء دفاعيه. فنتمنى ان شاء الله ان الراجل يعالجها خلال المرحله اللي جايه، لان احنا لو رحنا لنهضه بركان بنفس العك اللي احنا بنعكه في الدفاع فالزمالك هيعاني. انا بقول لك من دلوقتي اهو، لو الزمالك راح كده لنهضة بركان ولا اتحاد العاصمة في الجزائر ولا أي فرقة بتعرف تسجل من عرضيات، فالزمالك هيعاني. ضربة الركنية ولا الفاول ولا أي كرة عرضية بتكون على الزمالك كأنها ضربة جزاء، خطورتها زي خطورة ضربة الجزاء. صبحي قدر يتصدى اكتر من كوره، ولكن الزمالك لازم يعالج الحته دي. نقطه ضعف كبيره جدا في دفاع الزمالك ان انت تكون بتلعب 3-4-3 وتستقبل اهداف. كمان الزمالك بدا 3-4-3، محمد صبحي في حراسه المرمى، الراجل بيقدم مستويات متميزه جدا مع الزمالك. نتمنى له ان شاء الله كل التوفيق. وصبحي شال اكتر من هدف مؤكد في الشوط الاول، شال انفرادين كان ممكن يكونوا اهداف، ولكن الراجل استقبل اهداف في الشوط الاول وهو مش مسؤول عنها بنسبه كبيره جدا، لان الاهداف يعني للاسف اخطاء دفاعيه ساذجه من دفاع نادي الزمالك. ثلاثه في خط الظهر صلاح الدين مصدق، الونش حسام عبد المجيد. الونش بيقدم اسوأ مستوياته من ساعه ما رجع من الاصابه، فنتمنى بقى ان احنا نشوف حل الونش نقعده دكه. المهم ان الونش بيقدم يعني اداء ما فيش اسوأ من كده مع الزمالك. تحس ان انت فاكر انت الفتره بتاعت الونش لما كنا لسه جايبينه من طلائع الجيش، هي نفس الفتره تقريبا الونش خلال السنتين اللي اتصاب فيهم. فالونش لسه للاسف نسي الكوره. حسام عبد المجيد اربعه في نص الملعب، عمر جابر، محمد شحاته، عبد الله السعيد، بنطايج. قدامهم اثنين ناصر ماهر واحمد السيد زيزو والجزيري في الهجوم. الجزيري في اول الماتش بسم الله ما شاء الله كده عمل هجمه عنتريه وواحد اتنين تلاته، حسيت ان انا قدامي مارادونا، وسجل هدف حلو جدا في وش رجله في الزاويه الضيقه لهاني سليمان، وقدر ان هو يتقدم للزمالك في الشوط الاول. الزمالك بقى يكمل وندوس بقى ونخلص الماتش. لا، الزمالك ازاي ده، انا الزمالك لازم اصعبها ولازم اخلي جماهيره قاعده بتتفرج دمها محروق. فالزمالك فجاه ما لقينا سموحه تعادل، بعدها بثلاث ب 10 دقائق سموحه سجل الهدف الثاني، فالزمالك طلع خسران شوط. هو اصلا الزمالك بيلعب دفاع، يعني الزمالك بيلعب 3-4-3، فالمفروض ان انا ما استقبلش اهداف. لا، الزمالك طلع الشوط الاولاني انا خسران بثلاث اهداف باخطاء دفاعيه. فنتمنى ان شاء الله ان الراجل لازم يعالج الاخطاء الدفاعيه دي خلال المرحله اللي جايه، لانها في الكاس هتلعب بيراميدز، هتلعب سيراميكا، ماتشات صعبه جدا، وكمان عندك في الكونفدراليه فرق صعبه جدا. فنتمنى ان شاء الله ان المشكله دي تتحل. الراجل مش عاجبه الاخطاء الدفاعيه، فنتمنى ان شاء الله ان هو يرجع
ان هو يلعب مان تو مان، ما ينفعش يلعب دفاع زون، لان في بعض الاخطاء الساذجه من المدافعين وهي مش بالكثره. الدفاع محتاج تنظيم مش اكتر، ده اللي احنا نتمناه ان شاء الله خلال الفتره الجايه. فالزمالك في الشوط الاول قدم كره ولا اسوء، رغم ان هو كان متقدم، والجزيري تحسه يعني راجل مسجل هدف مارادوني وهدف حلو جدا، ورغم كده الجزيري مضيع هدفين ما يدعوش. يعني واحده بتاعت ناصر ماهر لعبها له عرضيه، الراجل لو حطها عكس اتجاه لهاني سليمان هدف، معرفش نط ولعبها فوق كده ازاي. في كرة تانية برضه زيزو لعب له عرضية حطها حلوة جدا، ولكن كان محتاجة تتطرف شوية كانت هدف. فالجزيري في الشوط الأول كان المفروض يطلع هاتريك 2-1 لنادي سموحة. الشوط الثاني بدأ ازاي؟ الراجل حب يعالج الأخطاء، طلع صلاح الدين مصدق ونزل دونجا في نص الملعب عشان يرجع التشكيل 4-2-3-1. عندك عمر جابر ناحيه اليمين بينطلق ناحيه الشمال، حسام عبد المجيد والونش في خط الدفاع، نص الملعب محمد شحاته ودونجا، قدامهم عبد الله السعيد وناصر ماهر وزيزو، وفي الهجوم الجزيري. الزمالك بدا يهنا الخطوره، الزمالك حاول على قد ما يقدر. ناصر ماهر في الفتره الاخيره مش افضل حاجه، عبد الله السعيد خد كدمه للاسف وتم تغييره للاصابه، خد كدمه كده في ركبه وان شاء الله تكون سليمه ويلحق الماتش اللي جاي. ناصر ماهر لسه حتى الان مش هو ناصر ماهر. ناصر ماهر في حاجه غلط، الراجل كان مقدم مع الزمالك اول ما جه حاجه بسم الله ما شاء الله، ولكن الراجل غاب للاصابه شهرين، الراجل لسه رجع ناس الكوره، فاحنا لازم نشوف مشكله ان احنا نحل. ناصر ماهر لازم يرجع يتالق بشكل افضل من كده. المهم الراجل قرر ان هو ينزل مصطفى شلبي، رغم ان مصطفى شلبي كل الناس وهي شايفاه وهو نازل كانت كل الناس زعلانه ومتضايقه، وانا كنت منهم صراحه، ما اكدبش عليك انا كنت متضايق من ان مصطفى شلبي نازل لان ما فيش بديل. المهم مصطفى شلبي نزل، رغم ان احنا انتقدنا مصطفى شلبي في الفتره الاخيره، وانا اكتر واحد انتقدت مصطفى شلبي على سوء ادائه وان هو ما بيعرفش يلعب، ولكن مصطفى شلبي اول ما نزل بسم الله ما شاء الله عمل عرضيه حلوه جدا خبطت في دفاع سموحه، وقدر الزمالك ان هو يتعادل عن طريق ان ران الصديقه، ودي حاجه كويسه جدا ان انت ترجع على طول. الزمالك قدر ان هو يرجع بعد نزول مصطفى شلبي. مصطفى شلبي حتى لما بيلعب ماتش حلو لازم نشيد بيه، زي ما احنا بننتقده لما بيلعب ماتش وحش. فالراجل اول ما نزل عمل يعني زي عرضيه كده، المهم خبطت في المدافع بتاع سموحه دخلت هدف، الزمالك اتعادل، الزمالك رجع المباراه. فجاه ما واحنا بنتفرج محمود بن طارق قرر ان هو يفجر الكل، فجر قنبله صاروخيه في مرمى الهاني سليمان. بسم الله ما شاء الله حاجه محترمه جدا من محمود بن طارق. فجاه ما قاعدين بنتفرج هوب لقيت صاروخ ارض جو في شباك سموحه. ايه الهدف ده يا جدعان؟ انا قلت قاعد ايه يا ابني الجون ده؟ ايه يا ابني بسم الله ما شاء الله ربنا يحميك، ايه الصاروخ ده؟ المهم هدف حلو جدا بيخلي الزمالك يتقدم 3-2 على سموحه. وهنا بدا الزمالك بقى ان هو عاوز يحافظ على النتيجه. سموحه حاول على قد ما يقدر، الزمالك جاله اكتر من فرصه ان هو يسجل، ولكن الزمالك ما عندوش اللي يخلص. الزمالك للاسف في المرتدات في بعض الاخطاء الساذجه، زيزو خارج الخدمه كالعاده، ولكن في الهدف الرابع زيزو تريح الكره حلوه جدا لمصطفى شلبي من هجمه مرتده، برضه بداها بنتاج من ناحيه الشمال راحت لزيزو، زيزو ريحها ومصطفى شلبي جه، مصطفى شلبي حطها ببطن رجله في البعيده، هدف رابع لنادي الزمالك، والزمالك بيفوز على سموحه 4-2. وهنا تكمن المفاجاه ان مصطفى شلبي بينزل بيعمل عرضيه بيسجل الزمالك التعادل، وبيساهم في الهدف الرابع اللي هو بيقضي امال سموحه في الماتش خلاص، لان سموحه كان عاوز يتعادل مع الزمالك والماتش يروح ل 120 دقيقه، وانتوا عارفين اللي فيها وربنا يستر. ولكن الحمد لله ان الزمالك قدر يخرج من الماتش ده بكل المكاسب. اول مكسب ان انت عندك لاعب كبير جدا زي محمود بن طارق وحافظت عليه وفعلت بند الشراء وقفلت كل السكه على كل الهبادين اللي كان بيقول لك ان محمود بن طارق والاهلي الاهلي كان مستنيه، الاهلي اصلا مش عاوز يفعل بند يحيى عطيه الله، فانت كسبت لاعب كبير جدا زي محمود بن طارق. كمان عندك اكتر من لاعب ان شاء الله يتالقوا خلال الفتره الجايه. كمان سيف فاروق جعفر لما نزل ما كانش وحش، ولكن الراجل محتاج يكون بديل اقوى من كده، محتاج ينزل يعمل شغل اكتر من كده. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق لنادي الزمالك خلال المرحله اللي جايه، ولازم بيسيرو يعالج هقول تاني الاخطاء الدفاعيه، لان دي كارثيه ان الزمالك يستقبل اهداف في كل الماتشات من نفس الكرات العرضيه. فالزمالك لازم يعالج الحته دي. احنا نادي كبير جدا، اي نادي عاوز ياخد بطوله لازم الدفاع بتاعه يكون قوي، او البطولات بتيجي من الدفاع. لو انت عندك دفاع قوي هتفوز بالبطولات. فيريرا لما جه كان عنده دفاع قوي وفاز ببطولات، كان بيحاول ان هو يستقتل يسجل هدف ويرجع كل الفرقه تدافع، فقدر ان هو يكسب معاك دوري وكاس، وبفرقه كان فيها اسكواد نصه كان من ناشئين، لانك انت عشان تكسب لازم تحافظ. انما الزمالك في الدوري الموسم الحالي الزمالك كان بيسجل بيستقبل، الزمالك بيسجل في الحرس 2 بيستقبل 2، بيسجل في البنك الاهلي 2 بيستقبل 2، انت فاهم، بيسجل في طلائع الجيش 2 بيستقبل 2. فالزمالك تقريبا في كل الماتشات الموسم الحالي يعني حوالي 90% من الماتشات، حتى انيمبا حتى الفرق اللي احنا لعبناها في الكونفدراليه كانت بتسجل فينا. فالزمالك عنده مشكله دفاعيه من ايام جوميز، ولكن نتمنى ان بيسيرو بقى يرجع للتشكيل المعتاد، او نخليها ان هي لكل تشكيل لكل ماتش، يعني نلعب 4-3-3 او 4-2-3-1 في الماتشات اللي هي مش محتاجه مثلا دفاع كتير. احنا مش هنلاعب بيراميدز ولا هنلاعب الاهلي، ممكن 3-4-3 دي ارجع لها
لو هلعب ماتش خارج ارضي مثلا قدام نهضه بركان او اتحاد العاصمه او هلاعب الاهلي او هلاعب بيراميدز، انما العب ب 3 4 3 قدام فرق زي سموحه وزي انبي واقدم مستوى سيء واخلي الفرق ان هي تسجل فيا وارجع اغير النتيجه واكسب، ديت يعني واضحه جدا ان انت محتاج ان انت تبدا 4 2 3 1 او 4 3 3 في الماتشات اللي هي الطبيعي زي سموحه انبي، دي كلها ماتشات انت متوقع تكسبها. او مثلا ما تخليش او ما تخسرش واحد في نص الملعب عشان يبقى عندك مدافع ثالث قاعد ورا ما بيعملش حاجه، لا ما تنزل واحد في نص الملعب. انت لو جمدت نص الملعب فما فيش كور خطيره هتروح للدفاع، يعني انت لو حطيت اربعه او عملت 2 6 جامدين في نص الملعب فما فيش كور خطيره هتروح على الثلاثه المدافعين، على الاثنين المدافعين اللي ورا. انما انت لما تحط ثلاث مدافعين وتحط اثنين في نص الملعب فبيكون في فرصه للفرقه اللي قدامك ان هي يبقى عندها هجمات خطيره وتخترق من العمق. كلنا شفنا ماتش المودرن سبورت وماتش في اللي هو بتاع سموحه كان في اخطاء دفاعيه مرعبه من دفاع نادي الزمالك لان انت مش مكفرهم بنص ملعب. للاسف محمد شحاته الراجل هو مش سته، هو بيلعب سته لان تقريبا الراجل كان بيعاقب دونجا، ولكن دونجا بعد ما نزل للاسف رغم سوء مستواه ورغم ان هو عمل يعني ميس باص كده لبس بنتايج في انذار زعلني منه، ولكن قدر ان هو يقفل الحته مع محمد شحاته شويه لحد ما. محمد شحاته برضه لسه مش يعني تحس ان هو محتاج لسه برضه راجل لسه بيلعب سته، هو اصلا مش سته، هو 8 بيميل ل 8 اكتر، عبد الله سعيد بيميل ل 8 اكتر، فانت محتاج سته قوي جدا. الزمالك لازم يشتري سته قوي جدا في الصيف لحد بقى ما نشوف جهاد دنيته ايه، لحد يعني جهاد لعب ماتشين حلوين جدا مع الزمالك وبعدين اتصاب، فان شاء الله لما جهاد يرجع ان شاء الله ما يكونش نسي الكوره لان المصابين عندنا للاسف اللي بيروح ما بيرجعش ولما بيرجع بينسى الكوره. وبكده طبعا نكون وصلنا الى نهايه فيديو النهارده، اشوفكم على خير. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه. سلام.